الخوت، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. هاد القصه هادي اللي غتكون قصه مختلفه، وما غاديش نطلب منكم طلب واحد. اي واحد يدخل يتفرج في هاد الفيديو خلي لايك، بارطاجي. ما غاديش نقولك خلي ابوني كيبقى الاختيار ديالك، ولكن هاد الفيديو هذا بالضبط ضروري تخلي لايك وتخلي بارطاجي وتشاركوا مع صحابك باش القضيه ديال جوج الناس هذا تولي قضيه ديال رائعه. دير بلاصتك بوك في بلاص هاد السيد هذا او خوك او انت او كذا، وعيش الموقف اللي فيه هو، وما تخسر والو دعيتي معاه في كومونتير انهم يرجعوا لعائلتهم، وانك تخلي اللايك راه باش تكون انت هو السبب باش يشوفوا ناس اخرين وتولي قضيتهم قضيه رائعه. القضيه ديالنا بلا ما نطول عليكم وتبدا واحد جوج ديال المغاربه اللي كانوا شادين طريقهم من المغرب حتى للسعوديه عبر دول افريقيه. هاد جوج اشخاص اللي في الصوره هما مواطنين مغاربه اللي بغاو تاهم يمشيو من المغرب حتى للسعوديه على الدراجات الهوائيه، والمشكل اللي غادي يطرى ليهم ما كانش على البال. تبعوا معايا الفيديو باش تفهموا، وانا عاود نقول لكم الطلب الواحد هو دير جيم الفيديو وبارطاجي باش القضيه تولي قضيه رائعه وكل شيء يعرفها، ودعوا معاهم باش ان شاء الله يرجعوا لعائلتهم وكل شيء يتقاد، وان شاء الله ما يكون طار ليهم والو. كنعرفوا حنا في كل واحد في هذا العالم هذا تيكون عنده واحد الحلم، واحد الدريم اللي تيبغي يحققه. وهاد السي عبد الرحمن هذا اللي غادي يزداد في منطقه اولوز باقليم تيرودانت، وسط معاناه السي عبد الرحمن وكذا غيدير مجهود اللي كبير وغادي يقرا وغادي يعطي الجهد، وهاد الجهد هذا ما غاديش يضيع وغيكون عنده مقابل، وغادي يولي استاذ ديال التربيه الاسلاميه، وغادي يولي قري في منطقه تشينغير، ويدوز واحد الفتره ويطلب انتقال يولي قري في المنطقه اللي تزاد فيها اللي هي قلنا اولوز. وبشهاده الجميع ديال السكان ديال ديك المنطقه ان السي عبد الرحمن رجل مزيان وعزيز عليه يدير الخير وعنده غير مع نيشان. ومن بعد مده في التعليم هذا غادي يرتقي الى حارس عام بنفس المدرسه. والسي عبد الرحمن عزيز عليه الرياضه وكان كينظم ملتقيات في المدرسه ديال العاب القوى الكره او الى اخره. والهوايه ديالو كانت هي انه يسافر بالبيكال ديالو وما يخلي بها لا شمال ولا الجنوب. ودازت ايام والسي عبد الرحمن غادي يشد التقاعد ديالو بعد مهنه طويله في التعليم، وبحكم ان الابناء ديالو كبروا شويه خاص يقرر بانه يمشي لشي مدينه اللي يكملوا فيها ولادو وقرايتهم، وغادي تكون الوجهه لمدينه اكادير. وفي هاد المدينه اللي غادي يستقر فيها غتكون كاينه واحد الجمعيه ديال عشاق الدراجات الهوائيه اللي سميتها تورين بيك. هاد الجمعيه اللي اي واحد كيعشق الدراجات الهوائيه كيتعارفوا كينضم ليهم وكينظموا رحلات بيناتهم. وفاش غادي ينضم ليهم السي عبد الرحمن في عمر 65 سنه، وغادي يلتقي في داك الجمعيه مع السي دريس فتيحي اللي غيكون هو الرفيق ديالو في الرحله. غادي يتعارفوا وغادي يوليو اصدقاء. والسي دريس كانت عنده 30 سنه في العمر ديالو، والمهنه ديالو كان تاجر كيبيع ويشري. والرحله اللي غادي يمشيو فيها بجوج من المغرب حتى السعوديه، والناس قبل منهم نيت من الجمعيه مشاو على خير ورجعوا على خير. ولكن باش تمشي من المغرب حتى لدول افريقيا ودوز على افريقيا وحتى السعوديه شويه صعيب الحال، وماشي كاع الدول تما كيحكمهم اجهزه امنيه في افريقيا، كاين بعض الدول اللي فيهم الصداع. وقرروا السي عبد الرحمن والسي دريس انهم يشريو ماتيريال جديد ديال دراجات هوائيه والاغراض اللي غادي تخصهم، ودراسوا الطريق اللي غادي يشدوه اللي غيكون الخروج ديالهم من معبر الكركارات الى موريتانيا ومن بعد السنغال، ومن ثم غيدوزوا على ادغال غامبيا نحو الكوت ديفوار، ومن ثم غيدوزوا لبوركينا فاسو وغيدوزوا النيجر، ومن بعد تشاد، ومن تشاد غادي يدخلوا للسودان ويوصلوا للسعوديه. حتى لهنا الامور على ما يرام، والبلان اللي تراساو مزيان. بداو كيدربوا في رحلات خفاف في المغرب على البيكارات ديالهم، منا كيستعدوا الرحله ديالهم لانهم غادي يقطعوا كيلومترات الالاف ماشي 100 كيلومتر ولا 50. وداز التدريب زوين، ومن بعد كل واحد قصد العائله ديالهم باش يعلموا بانهم غادي يديروا واحد الرحله من المغرب حتى السعوديه، ومنها يديو الاجر، ومنها يزوروا بيت الله ويدوزوا مناسك الحج. واش غنقول لكم، وصل النهار ديال الرحله
وغادي ينطلقوا، وغادي تبدا الرحله ديالهم في كار من تيزنيت الى الداخله، ومن تما غيقلبوا للكركراج وغيشدوا الطريق ديالهم، وغتكون اول دوله غيقطعوها هي موريتانيا، وبالضبط لمدينه نواضيبي. واي واحد كيمشي لهاد المدينه هادي كنعرفوا بانه تيبغي يعيش الحلم، يركب في اول، عفوا في اطول قطار في العالم اللي غادي يدوزو فيه 15 ساعه، وغادي يدخلوا للسنغال ويكملوا الوجهه الى غامبيا. واش نقول لكم، وفي الطريق من غيدخلوا لكوت ديفوار الاتصال بالعائله ديالهم غادي قلال، وغادي يغبروا 16 يوم، غيكون اول غبره ليهم هادي، وما غادي يبقاو يعرفوا عليهم والو، لا الوالدات ديالهم ولا الابناء ديالهم، ولكن غيعاودوا يتصلوا من بعد 16 يوم هادي. وخا الاسره ديالهم بجوج كانوا حاسين بلي واقع عليهم شي حاجه، وخا قالوا لهم بسبب الشتا ما دخلتش ليهم راسهم، ما علينا. الطريق ديالهم وغادي يدخلوا لبوركينا فاسو، والاتصال مع العائله ديالهم غيرجع عادي، وكل مره كيصيفطوا لهم ميساج، ولكن هذا الميساج اللي غادي يصيفط السي عبد الرحمن غيكون اخر ميساج منه، اللي كيقول فيه: السلام عليكم العائله ديالي العزيزه، رمضان مبارك كريم، وكنتمنى انكم تكملوا فيه القران، وحنا راه بخير، راه غير الشتا اللي كتقطع عنا الريزو، حيت الريزو هنا خدام بالطاقه الشمسيه، ومن كطيح الشتا كيولي هادشي كيعصب، تبغي تصيفط غير ميساج ما كيبغيش يمشي. وانا راه في بوركينا فاسو، راه قربت بقاو لي غير شي 3 دول وغادي نوصل، وتهلا ورمضان كريم. هذه هي القصه ديالنا، وكنتمنى ان كل واحد يشوف هذا الفيديو هذا يخلي واحد لايك ويبارطاجي ويدعي معاهم في كومونتير، راه دعوة شي واحد غريب وما كتعرف واش راه كتكون مستجابه. وانا عارف بان بنادم اللي مسلم راه ما غاديش يبخل على خوهم ولا جوج الناس هادو. وشكرا لكم بزاف.